ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاع النهاردة. في حلقة النهاردة هقول لكم انا اخترت ايه. اخترت بكالوريا ولا ثانوية عامة، وكمان اختياري ده كان بناء على ايه، يعني ايه الاسباب اللي خلتني اختار الحاجة اللي هتعرفوها شوية كده. فبس كده، ده فيديو النهاردة عشان في ناس كتيرة قوي سألتني في الكومنتس بتاعت الفيديو اللي فات، وانا اصلا كنت محتارة ونزلت لكم بوست قبل كده اختار ايه يا جماعه، او انتوا اخترتوا ايه؟ اخترتوا بكالوريا ولا ثانويه عامه؟ وفي ناس في الكومنتس كتبت لي ان هي اختارت بكالوريا، وفي ناس تانية كتبت لي ان هي اختارت ثانويه عامه، وفي ناس سالتني انت اخترتي ايه. وانا اصلا يعني لحد ما انا كنت بصور لكم الفيديو ده، انا صورت لكم الفيديو تقريبا بعد ما اخترت بيوم، فانا لحد قبل ما اصور الفيديو ما كنتش اصلا عارفه انا هختار ايه، وكنت بسمع من ناس كتير بس في الاخر برضو ما كنتش واصله الحل. فانا الحمد لله اخترت حاجه من الاتنين، وهقول لكم انا اخترت ايه عشان برضو لو في حد لسه محتار يستفيد من التجربة بتاعتي. مش هطول عليكم اكتر من كده، ودلوقتي يلا نبدأ. بصوا يا جماعه، هقول لكم بقى دلوقتي انا اخترت ايه من النظامين. اول حاجه، انا كنت في الاول زيكم كده محتاره خالص، مش عارفه اعمل ايه، وسمعت فيديوز كتير على يوتيوب، ناس تقول لك بكالوريا احسن، وناس تانية تقول لك ثانويه، وناس ما تدكش رايها اصلا وتقول لك المميزات والعيوب بتاع كل نظام. انا مش جايه النهارده احكي عن المميزات والعيوب بتاع كل نظام فيهم، لان احنا كلنا عارفينهم، يعني عارفين ايه المميزات اللي في البكالوريا والعيوب بتاعتها، وايه المميزات بتاعت ثانويه عامه والعيوب بتاعتها. انا مش جايه اتكلم في الموضوع ده، انا جايه اقول لكم انا اخترت ايه، وايه الحاجات اللي خلتني افضل النظام اللي انا اخترته عن النظام التاني. بصوا يا جماعه، اول حاجه انا اخترت نظام البكالوريا. طبعا دلوقتي في ناس هتتصدم، يعني انا عارفه ان انتوا اغلب، في ناس كتيره قوي مختاره ثانويه عامه، بس في برضو ناس كتير مختاره بكالوريا. بس انا الصراحه اقتنعت اكتر بالبكالوريا بعد تفكير طويل، يعني انا بفكر تقريبا من اول ما الوزير نزل ان في حاجه، في نظام جديد هيبقى اسمه بكالوريا، وانا بفكر. وصراحه في الفتره الاخيره دي اول ما قالوا لنا هتختاروا ايه من النظامين، انا كنت محتاره جدا، ما كنتش عارفه اعمل ايه. واصحابي كانوا شويه يقولوا لي بكالوريا، وشويه مدرسين يقولوا لي لا ثانوي، وبرضو اهلي نفس الفكره، والفيديوز بتاعت اليوتيوب كانت منقسمه في الراي، فانا ما كنتش عارفه اوصل لحل خالص. وجماعة برضو صليت استخارة وعملت كل الحاجات دي، وبرضو ما حسيتش ان في حاجة. فدلوقتي بقى انا في الاخر خالص توصلت اني هختار بكالوريا. يعني انا تصدقوا اللي انا لحد قبل ما امضي الورقة اللي هي بتاعت بكالوريا ولا ثانوية دي، انا كنت محتارة اعمل ايه. بس انا اخترت بكالوريا. ليه بقى اخترت بكالوريا؟ عشان بكالوريا احسن من ثانوي في حاجات كتير. اول حاجة في موضوع التحسين يا جماعة، موضوع التحسين نقطة مش موجودة في ثانوية عامة، حتى لو هتدفعوا فلوس، يعني 500 جنيه أو 200 جنيه أو أيا كان الرقم، حاساه مش كبير أو صعب بناء إن هو يحدد مثلا الكلية اللي أنت هتدخلها. إنما في ثانوي مفيش نقطة التحسين دي، هي السنة مرة واحدة، وكمان مثلا لو هتعيدوها تاني هتبقى إرهاق ذهني وجسدي عليكم، فمش هينفع. أو برضو لو هتأجلوا مادة، أعتقد التأجيل بتاع المواد بتنقصوا، يعني بتجيبوا نص، تاخدوا نص الدرجه زي ما يكونوا جايبين ملحق، مش متاكده من الموضوع ده. بس عامه ثانوي ما فيهوش موضوع التحسين، فدي ميزه في البكالوريا انا يعني خلتني اختارها عشان موضوع التحسين. قلت برضو استفاد من التحسين. مش شرط ان احنا نحسن، لو جايبين درجه كويسه ما تحسنوش، ولو متاكدين من الحل بتاعكم مش هتضطروا انكم تحسنوا. الحاجة التانية يا جماعة اللي خلتني برضو اختار بكالوريا بدل ثانوي عام، هي ان احنا عندنا بكالوريا سنتين مش سنة واحدة. في ناس بقى بالنسبة لها ده هتبقى ضغطة، بس انا صراحة حاسة بالنسبة لي لا، يعني الموضوع عادي بل احسن من ثانوي عام، لان احنا في ثانوي كانت سنة واحدة، انما هنا بقى سنتين نقدر نذاكر براحتنا اكتر. وكده كده في ثانوي، يعني في النظام العادي القديم اللي هو ثانوية عامة، احنا كنا بنذاكر في تانية، لان انتوا لو ما ذاكرتوش في تانية ثانوي مش هتطلعوا تالتة ثانوي اساسا، فاحنا كنا بنذاكر في تانية وبنذاكر في تالتة، فحاسه عادي يعني. بل بالعكس، المذاكره اللي انا هذاكرها في تانية هتضاف لي في المجموع اللي هيفرق معايا بعد كده في موضوع الكليه اللي انا هدخلها، فاهمين؟ وكمان اول ما بكالوريا يعني بقى النظام على سنتين، ده قلل المواد اللي احنا بناخدها كل سنه. يعني مثلا اقول لكم على حاجه، احنا في ثانوي في النظام ثانوي العام العادي، احنا بناخد ايه 7 مواد، مش عارفه 5، لا 5 يا جماعه مش 7. هما 5 مواد: العربي والانجليزي والساينس والماس. ايه العربي والانجليزي والساينس؟
لكم على حاجه يا جماعه. احنا في النظام اللي هو القديم اللي هو الثانوي العام العادي مش البكالوريا، بناخد جوه المجموع بيبقى حوالي فيه ايه 5 7 مواد. عندك عربي، وعندنا على حسب بقى التخصص بتاعك يعني مواد جوه المجموع. وكمان بيبقى عندنا يعني حسب انتوا شعبة علمي ولا علم رياضة علم علوم ادبي الحاجات دي، فبيختلف عدد المواد. بس هي عدد مواد بتبقى في الثانوية عامة تقريبا بيبقى كتير، حوالي 7 أو حاجة في كل شعبة. وكمان غير المواد اللي هي بره المجموع، اللي هي مثلا زي الفرنش، عندك الوطنية، مثلا الدين، مش عارفه كمبيوتر بياخدوا ثالثه ثانوي ولا لا. بس في مواد برضو بره المجموعه دي بتتطلب منك جهد في المذاكره، ولو انتوا ما ذاكرتوهاش هتسقطوا، يعني لو ما اديتهمش هتضيعوا السنه كلها. فالموضوع ده مش موجود في بكالوريا. اول حاجه المواد متقسمه على السنتين، يعني احنا في سنه تانية مثلا احنا هنتكلم مثلا عن المسار اللي هو الطب وعلوم الحياة ده. في سنة تانية احنا بناخد عربي وتاريخ وانجليزي، وبناخد يا فيزيكس يعني يا فيزياء او ماس او رياضه على حسب اختياركم. يعني اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، انتوا ممكن ما تختاروش الفيزياء اساسا، اللي هي اكتر حاجه بتخوف الناس في ثانويه عامه، ودي في حد ذاتها بالنسبه لي اكبر ميزه. فاهمين؟ اللي انا ما اخدش فيزيكس دي حاجه حلوه يعني بالنسبه لي، هتسهل عليا الموضوع. فاهمين؟ وكمان السنة أما تذاكري معلش سنة بحالها تذاكري فيها عربي وتاريخ وانجليزي وماس مثلا، بالنسبه لي مش صعب عادي. ايه اللي فيها المشكله؟ ما احنا بنذاكرهم، وفي ثالثه ثانوي بيذاكروا اكتر منهم. فاهمين؟ فاحنا هنبقى مرتاحين. وفي ثالثه ثانوي هناخد كيمستري وبيولوجي يعني كيمياء واحياء. ف حاسه يعني اما حتى لو كانوا مستوى رفيع، يعني الناس معترضه على ان هو مستوى رفيع، حتى لو كان الماده مستوى رفيع مش مشكله، لان هو قال لك مستوى رفيع يعني نسبه الصعوبه ب 20% عن المنهج الحالي. اصلا منهج ثانويه عامه القديم النظام ثانوي عام العادي كان صعب، ما كانش سهل، وكانت الاسئله بتاعته صعبه. فعادي مش مشكله اما نزود 20% صعوبه، بس هاخد مادتين بس وهذاكرهم طول السنه. يعني احنا عندنا سنة بحالها نذاكر فيها مادتين حتى لو كانوا صعبين، أحسن من اللي أنا يبقى أنا عندي سنة بحالها أذاكر فيها حوالي 10 مواد. أنا كده بظلم نفسي. فدي برضو نقطة خلتني أختار يعني بكالوريا بدل عن ثانوي عام. أنا مش عارفة يا جماعة مين اللي بيصفر بره ده، بس يعني ربنا يسامحهم، بيحاولوا يبوظوا الفيديو بأي شكل من الأشكال. بس أنا مش هعيد حاجة، يعني انتوا معلش اسمعوني، أنا ملكمش دعوة باللي بيصفر بره. بالنسبة بقى يا جماعة الحوار ان في ناس بتقولك ان بكالوريا ما لهاش مدرسين والمنهج مش معروف ومش عارفة ايه والكلام ده، حاسة لا عادي يعني. كده كده في المناهج اتغيرت قبل كده كتير، والمدرسين عرفوا يتأقلموا عليها، والوزارة بتدربهم يعني، والمدرس كده كده بيعرف يتأقلم مع اي منهج. فاهمين؟ وبرضو احنا الطلاب في كذا مرة، كل الطلاب اللي قابلين المناهج اتغيرت كتير وهم عرفوا يتأقلموا على الموضوع ده. فيعني ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. وسواء انتوا يا جماعة اخترتوا بكالوريا او ثانوية عامة، خليكم دلوقتي ما عادش ان انتوا ينفع تغيروا، خلاص انتوا اخترتوا خلاص. واللي ما اختارش برضو يسمع الفيديو ويشوف برضو وجهة نظره ايه، ويمشي يستخير ربنا ويمشي على الحاجة اللي هو بيحبها واللي هو عايزها. مش شرط عشان اخترت بكالوريا حد تاني يختار بكالوريا. فاهمين؟ يعني انا في ناس صحابي مقتنعين بثانوي عام اكتر عادي، وفي ناس تانية مقتنعة بالبكالوريا. كل واحد براحته، انا مش بفرض رأيي او حاجة، انا بس بقول لكم تجربتي وانا اخترت ايه وايه الاسباب اللي خلتني اختار، بس مش اكتر. وانتوا بقى براحتكم اختاروا اللي يناسبكم، وربنا يوفقنا جميعا يا رب ونحقق كل اللي احنا بنتمناه. فصراحة يعني يا جماعة هما المستين دول اللي خلوني اختار بكالوريا بدل ثانوية عامة. كمان في حاجة تاني، انا لاحظت ان في ناس كتير مثلا يعني في مدرستي اختاروا بكالوريا، فانا قلت خلاص بقى همشي زيهم. مش فكرة زي مشي يعني زي القطيع، بس لا، حسيت برضو ان البكالوريا ده نظام يعني الوزير هو اللي اقترحه. في ناس كتير بتقول ان هو عشان نظامه هو هينجحه وكده، فانا قلت برضو دي وجهة نظر ولازم ناخد الموضوع يعني في الحسبان، ان عشان هو الوزير حاطه والوزارة بتدفع فيه، وفي ناس كتير بتحبزه من الوزارة، فانا قلت خلاص يبقى اكيد ممكن ينجحه بدل ثانوية عامة. مش شرط ده معناه ان هو هيفشل ثانوية عامة، انا مش قصدي كده. وكمان في حاجة تاني اللي انا في ناس كتير سمعتها بتقول ان هم اول ما راحوا المدرسة بتاعتهم يختاروا ثانوي بدل بكالوريا، المدرسة قالت لهم ان اللي هيختار ثانوي هيودوه مدرسة غير مدرسته. انا مش عارفه الموضوع ده حقيقي ولا لا، بس انا برضو قلت يبقى طالما في ناس كتير قالت يبقى ممكن الكلام ده صح، حتى لو مش موضوع رسمي، بس قلت يبقى هو برضو في مش فكرة إجبار، يعني برضو بيحاولوا إن أكبر عدد يخش بكالوريا. فأنا قلت ده معناه برضو إن هم عايزين ينجحوا النظام. أنا قلت معاكم صراحة كل الأسباب اللي خلتني أختار بكل صراحة وشفافية، وإنتوا براحتكم اختاروا اللي يناسبكم. عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس انتوا برضو اخترتوا ايه، ولو ما اخترتوش يعني دلوقتي يعني لو اخترتوا قولوا لي انتوا اخترتوا انهي نظام، ولو لسه هتختاروا قولوا لي برضو انتوا
هتختاروا ايه. وبرضو ان شاء الله باذن الله هحاول اشارك معاكم يعني التفاصيل بقى بتاعت اولى ثانوي اكتر، وهنرجع بقى الروتينات والنصايح بتاعت المذاكره. ولو عايزين مني اتكلم عن اي موضوع اكتبوا لي في الكومنتس، وانا ان شاء الله هجاوبكم عليه يعني، وهعمل لكم فيديو عنه. ولو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتس، وانا بقرا كل الكومنتس بتاعتكم وبرد عليها، وانتوا عارفين ده كويس، برد عليكم على طول يعني، اول ساعه ساعتين بتلاقوني برد عليكم. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. وطبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. واستنوني في فيديو جديد. باي.